خلينا نشوف لوين رايحة الاحتجاجات في السعودية والبحرين. إلى قلب النظام بإذن الله. الشباب ناويين على قلب النظام وبإذن الله، وأنا بطالب من هون بأنه نحن نمولهم ونبعث لهم السلاح، لأنه الشباب عزل وعم بيواجهوا البنادق تبعية النظام الوهابي بصدورهم العارية. تتهم بالإرهاب بعدين؟ لا نحن مو إرهابيين، نحن هدول مقاتلين أحرار هدول. لا مو إرهابيين. في فرق بين الإرهابيين وفي فرق بين المقاتلين الأحرار اللي هن لحد الآن سلميين. فلذلك لأنه سلميين للآن واخدين الطلقات بصدورهم العارية، أنا بطالب الشعب السوري بتمويلهم وتسليحهم وتسليط الضوء عليهم والتركيز عليهم بالإنترنت. تواصلوا معهم شباب بالإنترنت، احنا عندنا جيش سوريا الإلكتروني، شباب سوريا الإلكتروني تواصلوا معهم، لا تقصروا معهم للشباب، لا هون ولا هون ولا بقطر، لأنه الدور جاي على قطر بإذن الله رب العالمين. هدول الشباب يعني قاعدين بدولة محكومة لا تأخذيني بالعصاية، وهدول ما بيطيقوا انه ينحكموا مثل الغنم، ما بيمشي الحال معهم هيك. عم بيطالبوا ببعض الحريات، ما عندهم يعني للأسف لا في دستور ولا في دولة ولا في بس مجموعة من الأشخاص حاكمين دولة الله عاطية من عنده. واليوم أنا شايف إنه هذا الموضوع بإذن الله رب العالمين حيودي لأنه تصير الجمهورية العربية السعودية. وأنا بطلب من هون وما كتير على الله، بتمنى من جيشنا من حماة الديار وبتمنى من رئيسي الله يطول عمره طلب واحد بس: إذا بيوم من الأيام استخدموا الأتراك لا يعملوا أي عمل كرمال الله، وجهوا لنا كم صاروخ على قطر.